كل ما كانت حياتك مكشوفه وبين الناس وبنادم عارف فين غادي وفين جاي، فراه اكيد غادي يلقاو كيفاش يدخلوا ليك ويجروك لعندهم باش ما تحققش داكشي اللي ناوي دير اولا توصل دوك الاهداف اللي انت دايرهم بين عينيك. العكس ديال واحد اللي خدام بالدق والسكات وما كيعطيكش حتى راس الخير، ما كتعرفوا لا كيفاش دار ليها ولا امتى دارها، هو اللي في الاخر كيوصل. داكشي علاش في الفيديو ديال اليوم غادي نوريك كيفاش انت تولي بحال داك الانسان اللي خدام بالدق والسكات وعلاش خاص تسكت. مرضيات معكم راضي انا نهضر فيديو شحال هادي مدات هاد الانترو هذا واخيرا حنا رجعنا ليه. الفيديو اليوم غادي ندوي لكم على الاهميه ديال السكات في الحياه ديالنا، علاش الانسان اللي غالبا تيسكت وما كيوريكش انه كيفاش دار او اش باغي يدير ولا ناوي اش يدير، حتى كيصدمك في الاخر انه دار داك الحوايج، وصل لشي حوايج اللي ما عمر توقعت انهم يديرهم، ماشي حيت ما يمكنش ليه، حيت ما عمر بين لك بانه قادر. وهذه هي الدور ديال السكات في الحياه تاعنا. اللي بغيت نقول لكم هو اللي كنت اول مره كتفرج فيا ما تنساش دير ديك الاشتراك لايك، عرفت راسي خبرت عليكم. فرا اخر فيديو دزت عليه تقريبا واحد شهرين او لا اكثر، اللي كان هو قصه ديال الرياض المسكون. الكونتنت ديالنا غادي يكون عباره عن قصص وفيديوهات بحال هكا باش ننوع عليكم وما يجيكمش الملل في الكونتنت اللي غادي نبقى ندير لكم. اول حاجه خاصنا نخدموا عليها باش تولي انسان ناجح في حياتك، اللي هي انك تكون انسان مختفي، بهذا المعنى تكون انسان مخبي حتى واحد ما كيعرف لك شي حاجه. وفاش كنقول لك مخبي ماشي انه غتدخل داركم وما يبقاو يشوفوك الناس، بل من الداخل ديالك. اي حاجه كدور لك في راسك، اي فكره عندك، تعلم انك تسكت ما تبقاش تقولها للناس. هي واحد الحاجه اللي ما ساهلاش. علاش؟ حنا كبشر الطبع ديالنا اجتماعيين، كنبغيو نشاركوا مع الناس المعلومات اللي كيفاش دوزنا النهار ديالنا، الافكار اللي جاونا، الناس مع من تلاقينا. فهذه اول نقطه خاص تخدم عليها، تعلم انك تسكت وما تعاودش اي حاجه لاي واحد. فاش كنقول لك اي واحد كنعني باي واحد، والديك، صحابك. ما كنقولش لك انا ما نبقاش نهضر معاهم، كندوي لك على الافكار اللي عندك او الاهداف اللي بغيتي تحقق من هنا لقدام. دونك اول حاجه غادي نخدموا عليها هي انك تحارب الغريزه ديالك، ديك الغريزه ديال كونك انسان اجتماعي. كتقول كيفاش غادي تحاربها؟ ما يمكنش تهزمو السيف وتمشي تحارب معاه اكيد، بل انك تخدم على واحد النقطه اللي زوينه اللي وليت كنتعلمها او اللي وليت كنخدم عليها. هي قبل ما نقول كنفكر، قبل ما نبقى نهضر غنفكر هو الاول. مثلا انا بغيت نقول واحد الحاجه بلاتي نفكر، اجي ياك ما قلتها ليه، عندي جوج احتماليات، يا غادي يسكت يا غادي يقولها او لي هادي. فكر، خليك واحد 3 ديال الثواني عاد نطق داكشي اللي بغيتي تقول. واخا بعد مرات تطلق ديك الكذبه البيضاء كما كنسميوها حنايا، غير باش انك تسلك راسك. فبهكا كتكون عاونتي راسك ديال بصح، باش حتى شي واحد ما كيدخل ليك في داكشي اللي باغي يدير، حيت الا جيت عاودتها لك راه غتولي فرض عليا واحد الراي ديالك، واحد النقطه ديالك. واللعيبه تاع الراي هي النقطه الثانيه اللي غادي نخدموا عليها، اللي هي الاهتمام بالراي ديال الاخر. انت ديما كيحسب ليك الناس مهتمين ليك وزعما كيهمهم داكشي اللي كدير وبلاتي الا درت هادي غادي يقولوا عليا غادي يفعلوا عليا. خاص تخدم على هاد اللعيبه هادي. ما كيهمنيش الراي ديال الاخر، ما حدي انا مقتنع بالذات ديالي، مقتنع بان داكشي اللي غادي ندير هو اللي غادي يصوفيني من هنا لقدام، هو اللي غادي يوصلني داكشي اللي بغيت. دونك الراي ديالك ما كيهمنيش، شدو ديرو في مزباله. المهم دبر راسك، انا كيهمني داكشي واش مقتنع به بيني وبين راسي. داكشي علاش داكشي علاش غادي خصك تخلي الدماغ ديالك ياكسبتي هاد اللي غادي نقول لك دابا. غادي توهم اولا غادي تخلق واحد الشخصيه ثانيه اللي هو نيت انت، ولكن بحكتي كتحاور بينك وبين راسك، كتخيل ديك الشخصيه اللي كاينه في القدام اولا من هنا للمستقبل، وكتسول واش انت زعما اللي هو انا في المستقبل غادي تكون راضي على هادشي اللي كندير فيه انا دابا، هادشي اللي كندير فيه دابا واش بلان. في حاله كنتي مقتنع باللي بلان كمل، حيت الدماغ ديالك راه ما غاديش يكذب عليك، ما عمرك غادي تكذب على راسك. حيت واخا كتكذب على بنادم بينك وبين راسك عارف اش كاين وما يمكنش تقول براسك، فهمتي؟ الدماغ ديالك ما يمكنش يضحك عليك. على العكس ديال واحد اخر، فاش غادي نجي انا ونقول ليه فراسك كنفكر ندير واحد البروجي ديال القهوه، انا دابا طاح ليا في بالي بغيت ندير بروجي ديال القهوه، وراك عارف قهوه محركه والميتشان. غادي يجي واحد يقول لي شكون باقي كيريح في القهوه بلا ما كيقهروا الكارو، اصلا كلشي دابا داير الاي بي تي في في الدار وكيتفرج، وغير صداع الراس وترسل لك الكيسان وضرب مع السرباي ودير صافي بصح. وغادي نطيح في واحد لاميرد اللي مريضه وناري حتى انا ما عرفت كيفاش ما فكرتش هادشي في الاول، وكيخسر ليا ديك الرؤيه اللي كانت عندي انا في الاول ديال داك البروجي. دونك الراي ديال بنادم راه ما كيهمكش وما شغلناش فيه كما تنقول، كثر ما كيهمك الراي ديالك انت، الراي تاعك. ما حد مقتنع بديك الفكره كمل فيها، وخلي الاخر اللي بغى يقولوا يدبر راسو. علاش؟ حيت ملي غادي تنجح
راه غادي يجي عندك هو، وفي الاخر غادي يبدا يقول لك برافو عليك معلم. او على العكس فاش غادي تديه في الراي ديالو وما غاش دير داك الشيء، غادي يقول لك كون غا جربتي انا راه قلت لك ديك الساعات راه يقدر ما يصدقش لك داك البلان وكذا. كيولي هو كيلوح لك اللومه نتايا. داك الشيء علاش تحمل المسؤوليه تاعك. هذه هي نقطه ثانيه غتخدم عليها. ما كيهمكش الراي ديال الاخر، حتى شي واحد ما مهتم بك اكثر ما انت مهتم براسك. دابا جيت لواحد النقطه اللي مهمه وبغيتك تعطي ليا ودنيك ديال بصح واسمع ليا، فهمتي بالتفاصيل. شد ورقه وستيلو وقيد هادشي اللي غادي نقول. حيتاش الا مشيتي حتى خسرتي هاد ستيب هادي، فرق دمرتي جوج الاولين. غادي ندوزو واحد الخطوه اللي كتسمى الشادوينغ او التضليل. هو انه كتوهم بنادم باللي راه كدير واحد الحاجه وانت العكس راك كدير حاجه اخرى. هي مثلا انه غنبين لك باللي ما كندير والو، غير جالس غير تلقى تسرح، ولكن راني خدام بلا ما تشوفني. الشادوينغ هو كتحط واحد الخطه بينك وبين راسك، اولا واحد الخطه اللي غتمشي عليها باش توصل لذاك الجول اللي داير في عينيك، فهمتي داك الهدف اللي داير انت في عينيك خاص توصل ليه في الاخر. شادوينغ اش تيقول لك؟ المهم الدراسات اللي دار انه الخطه اللي كتحطها وكتمشي وكتبقى تقولها للبنادم، كل واحد قلتيها ليه كتقل الفرصه ديال انه تنجح ديك الخطه ب 5%. انت غير تخيل معايا بهذه الطريقه هذه. السلام فلان اش بان لك بغيت ندير واحد البروجي كاكا، اولا راه بغيت ندخل لاصال التريني واللعيبات، 5% مشات لك بانك غادي تدخل لاصال. نسى بنادم مخر سير سير حتى كتولي في الاخر جالس في الدار ما كدير والو صافي، ونفس الروتين كيبقى يتعاود. داك الشيء علاش حط واحد الفكره في راسك ديال انه كل ما غادي نمشي نقول انا لواحد الانسان راه بغيت ندير واحد الحاجه، راني كنضر راسي اكثر ما كنفيد راسي. داك الشيء علاش اسكت سد فمك، حيت غادي يعطيك الراي ديالو وبهكا راه كتقلل الفرصه. حيت هو ديما شوف راه ب 90% 70% تيكون الانسان ديما معارض للفكره اللي عندك وكيبقى يجبد لك دوك السلبيات اللي فيها، حيت هو مبغاش يشوفك حسن منه الا من رحم ربك، وقلال اللي كيبغي لك الخير. شحال من واحد دابا غادي يكون كيتفرج في الفيديو غادي يقول لي ولكن الياس دابا انا مثلا راه بغيت ندير ديك الحاجه ولكن ما عنديش عليها زعما شي فورماسيون ولا شي معلومات، خاصني نسول نقلب على راسي نعرف واش ديك الحاجه بلان ما بلانش، واش الريسكي واش. متفق معك. هنا غادي خصك تقلب ديال بصح، ومن الاحسن تمشي للبلاصه اللي بعيده. ودابا راه حتى بقات كتخبى وكلشي ولا عندك في الويب في الانترنت غتدخل تقلب على راسك. بغيتي مثال حي من الواقع خرج غير من الونطوغاج ديالك، سير الاتساع قلب على راسك. وحتى ملي تكون كتسول ما تبقاش تعطي راس الخيط، سول بالكودات. اوكي سول بالكودات مثلا السلام عليكم كا بشحال هاد البياسه هادي ديما ندير راسك. مثلا انت راك بغيتي غير تقدا اولا بغيتي غير تسول بصفه عامه بحال الناس الاخرين، ما بغيتيش تاخذ كيفاش نقول لك ما بغيتيش تعطي لذاك الانسان اللي كتسول النيه ديال انه مثلا راه بغيت ندير ديك الحاجه اللي كديرها انت، اولا المهم عندي واحد الغايه بداك الشيء اللي كدير وبغيت ناخذ منك معلومات، حيت شباك حتى هو راه ما غاديش يعاونك. هذه هي اللعبه الاخرى. دابا غادي نوصلوا بحال الختام ديال الفيديو باش ما يكونش طويل، اللي هو ملي غطبق هاد المراحل هادو غادي تولي كتقدم في حياتك وغادي يولي يبان داك التغيير حيت وصلتي للهدف ديالك وحققتي دوك الحوايج. مثلا انا نعطي مثال ديال لاصال باش نحطها لكم قدام عينيكم بكل وضوح. انا بغيت ندخل الترين في لاصال، سديت فمي من حتى شي واحد، دخلت لاصال مشيت لواحد لاصال بعيد ما كاينش في الحومه ديالي، تنتريني تندخل للدار ما كيشوفني حتى شي واحد فيني كنتي مشيت ضربت واحد الدوره. المهم كنولي كنهضر مع من بالكودات ما كنسولش بنادم زعما عطيني واحد البروغرام اولا دير، كنقلب على راسي في قنت اخر كما قلت لكم وصافي مشيت مزيان فهمتي. ولا الحمد لله كتبان واحد الفورما. هذا هو التقدم، هذه اللي بغيت نقول لكم. ولات كتبان ديك الفورما بنادم غادي يولي يرد البال. انت اش خاصك دير هنايا؟ خاصك ما تبينش داك التقدم. مثلا وليتي انفورمي وليت تلبس حوايج اللي واسعين عليك اللي ما غاديش يبينوك باللي انك ديفلوبيتي، فهمتي بلان. بحال مثلا واحد ما كان عنده والو بين عشيه وضحى ولات عنده طوموبيل دار، حاول انك في الاول ما تبينش، بين باللي انت هو انت انا هو داك الياس اللي كتعرفو ديما، فهمتي البلان. انا هو الياس اللي كتعرفو ديما. ما غاديش نجي انا باقراقا نبين لكم، حيت غادي تجي غادا تسولني كي درتي ليها كي فعلتي كي تركتي كيكا وغتصدق مهرس راسك ودمرتي داكشي اللي خدمتي عليه الوقت كامل. داكشي اش سترا وقضوا حوائجكم بالكتمان. شي الا بغيت انا نلخص لكم هذا الفيديو كامل غنلخصها لكم في جمله: وقضوا حوائجكم بالكتمان. صافي هذه هي اللعبه اللي بغيت نقول لكم.
كنتمنى الفكره وصلات، وهذا ما كان. تعلم تسد فمك حتى توصل داكشي اللي بغيتي، واخا توصل ليه خليه كود، ما بنادم ما يعرفش، خلي بنادم يطيح في ديك اللعيبه ديال كيفاش امتى وعلاش وفين. هاد الاسئله بقاو طايحين ليا في راسهم، خلي بنادم مريض بك. كنتمنى ان الفكره وصلتكم. بلا ما نطول عليكم، هذا غير فيديو دويت فيه زعما هاد اللعيبه هادي تاع علاش خاص بنادم يسكت، وراه جايين فيديوهات اخرين ومواضيع اخرين اللي نبقى نناقشهم معكم. بلا ما نطول عليكم، معكم المره دي كنتمنى انك ما تنسيش ديك لايك كومونتير الموضوع الجاي اللي بغيتي ندوي عليه. كان معكم الراضي، تهلاو.